وعليكم السلام. أخي، بناء على هذه الهجمة الهمجية التي يقوم بها الجيش الأسدي على ريف حماة، قام إخواننا في كتيبة الإحسان بحماة بالتخفيف عن الريف الذي يتعرض لهجمة شرسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولا يوجد كلام يعبر عما يجري الآن في ريف حماة من قتل وتجويع وتشريد وتدمير. فقام إخواننا بكتيبة الإحسان في حماة بالقيام بعملية رائعة يردون الجميل لإخوانهم في الريف، حيث أن أهل الريف انتفضوا وهجموا على المراكز الأمنية يوم أن اجتيحت حماة للتخفيف عن إخوانهم. فإخواننا في كتيبة الإحسان في حماة قاموا بعملية نوعية رائعة أدت إلى مقتل أكثر من 60 من عناصر الأمن والشربيحة، واستشهد عدد من إخواننا في كتيبة الإحسان. نذكر منهم أخونا الأخ محمد السقة، أيمن الشيخ جلد، يحيى عمرين، عبيدة كلبون، عدنان ديرية، محمد بادر، عمر الحامد، جهاد حجازي. نحسبهم شهداء والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. فانتفضت مدينة حماة ردا لما يجري في الريف وفي حماة وفي حمص وفي إدلب. إخواننا في كتيبة الإحسان يقومون بعمليات رائعة. أما بالنسبة للجيش الأسدي فقصف عشوائي لباب قبلي وللأربعين لطريق حلب للحاضر لكل أماكن حماة، اجتياحات واعتقالات للمدنيين، حيث أنهم لا يقدرون على الجيش الحر المتسلح بالإيمان والعقيدة، فيقومون بالانتقام من المدنيين. يا أخي، بالنسبة لطيبة الإمام، انسحب الجيش الأسدي بالأمس مخلفا عددا من الجرحى ومخلفا عددا من البيوت المحروقة. فانتفض البلد عن آخره ردا على قناة الدنيئة الكاذبة، القناة السورية التي جاءت إلى طيبة الإمام وادعت أن البلد كان يتعرض لعصابات مسلحة. فانتفض البلد بعد صلاة العشاء بالأمس عن آخره في مظاهرة حاشدة مهيبة، مما أدى إلى دخول سيارات الأمن والشبيحة وأطلاق نار عشوائي على المظاهرات، أدى إلى استشهاد عدد كبير من الإخوة، منهم أخونا المهندس أحمد شعبان خطاب، مهندس مدني مدرس في معهد تحفيظ القرآن من حفاظ القرآن الكريم ويحمل إجازة في تحفيظ القرآن. كما أدى ذلك إلى استشهاد محمد ناجح دوجان، أحمد حافظ مليحان، حمزة صفوان محمد، عبد الإله محمد الشريف، بهاء أديب الأسود، حسين محمد سيد محمد، مصعب عبد الرزاق المسعود. إضافة إلى أكثر من سيد أبو النور، هناك الآن تخوف من أهالي مدينة حماة لعمليات عسكرية من قبل النظام الأسدي. هناك أيضا حركة نزوح كبيرة في عدة أحياء من مدينة حماة. هل لك أن تصور لنا الأوضاع الآن؟ حماة الشعب متخوف من هجوم عشوائي كما حدث في حمص ويحدث الآن في إدلب. ويقومون بالنزوح إلى القرى الأقل تعرضا للقصف، لأن النزوح إلى الخارج أمر مستحيل. أي عائلة نازحة هي تتعرض لإطلاق النار والهجوم العشوائي، فينزحون فيما بينهم أهل القرى إلى القرى الأقل أمنا، الأقل خطرا وتعرضا للقصف. لا يوجد يا أخي ولا بقعة ولا شبر آمن أبدا في محافظة حماة. فنناشد العالم، نناشد العالم يا أخي، ونناشد المسلمون خصوصا، ونقول لهذا الجيش الأسدي: والله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، بالصوت ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. نقسم بالله العظيم نحن في كتيبة الحق وفي كتيبة الإحسان أننا سنثأر لدماء الشهداء، والله الذي لا إله غيره لن يهدأ لنا جفن حتى نذيق أذناب البعث والأسد ومن خلفهم من شيعة ومجوس إيران، حتى نذيقهم الذل والهوان، ولن يضيع دم شهداءنا يا رب. ونحن من ورائكم. أشكرك جزيلا أبو النور.